السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي سويت فيروز. ان شاء الله غنشارك معكم كيكه الشوفان الصحيه بدون دقيق بدون سكر وبدون زيت. وصفه رائعه لاصحاب الرجيم والسكري وكذلك الاطفال، ننصحكم تجربوها. كملوا الفيديو حتى الاخير وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشجعوني بتعليقاتكم الجميله والمحفزه. بالله على بركه الله نبداو الوصفه. وصفه راهي سهله وسريعه التحضير. كالعاده مقادير الوصفه تلقاوها في صندوق الوصف. كما كتشوفوا خدينا الشوفان ديالنا وزدنا عليهم الحليب ساخن ومن بعد خليناه يرتاح 10 ديال الدقائق. من بعد خدينا 2 موزات، ممكن 3 موزات على حسب المتوفر. معسناه مزيان كما كتشوفوا وزدنا عليهم 2 بيضات وحركنا مزيان حتى ندمجوا العناصر مع بعضهم. وزدنا بعد رشة الملح، دائما في الكيك رشة الملح للتوازن في الذوق. ومن بعد عملت زيت البرتقال اللي هو قشر البرتقال مبشور. يمكن الاستغناء عن هذا المكون، انا كيعجبني في الكيك. من بعد خدينا 3 ملاعق طعام كاكاو، انا عملت فيه القرفة والنسكافيه يعني قهوة سريعة الذوبان، يمكن الاستغناء عنهم. ومن بعد غربنا مزيان المكونات وحركنا الكيكه ديالنا حتى ندمجوا المكونات الكل مع بعضهم. انا هنا زدت ملعقه كبيره كريم فريش اللي هو القشطه الطريه. يمكنك الاستغناء عن هذا العنصر، انا عملتها لاننا استعملنا الكاكاو لنشف الكيكه وكذلك ما استعملناش الزيت، لذلك انا استعملتها باش يجي شويه مويلو ورطبه الكيكه. كذلك هنا خدينا داك الشوفان اللي نقعناه في الحليب سخون ولا أرطب زدناه. ومن بعد أضفنا بيكنج باودر أو خميرة الحلويات. من بعد خلطنا الخليط مزيان كما كتشوفوا واضح في الفيديو. وانا هنا زدت حبيبات الشوكولاتة الغنية بيبيتو شوكولا غيش. هذا المكون ممكن استغناء عنه، ماهوش ضروري. من بعد خدينا الخليط ودرناه في المول كما هو واضح في الفيديو. من بعد انا خديت شويه مكسرات على حسب اللي كان عندي في البيت. خديت شويه الجوزه اللي هو القرقاع، وخديت شويه البندق اللي هو البوفريوه بالتونسيه. بيان سور على حسب المتوفر والمستطاع. كما كنقولوا دائما مش ضروري تربطي راسك باللي انا عملته. ومن بعد ندخلوا الكيكه ديالنا في الفرن سخون على درجه حراره 170 درجه لمدة 20-25 كل واحد على حساب الفور ديالو. بعد ندوزو نحضرو الغاناش ديال الشوكولا. انا خديت هنا 100 غرام شوكولا نوار وزدت عليهم 50 مليلتر حليب سخون وصافي وخلطتهم مع بعضهم حتى ولا لي كي الغاناش. ها هي الكيكه ديالنا حضرت ما شاء الله، جات كتحمق مذاق ولا اروع، جات مويله وخفيفه ما تشبعوش منها. وهي جات اللحظه السعيده ديال غاناش وشوكولا. شبعوها غاناش وشوكولا، راه كتجي بنينه وكتشرب هذيك الكيكه ما تشبعوش منها كما قلت لكم. وكما كيقولوا التوانسه يشخشخوها بالغاناش ما تندموش. وكما قلت لكم جربوا الوصفه خاصه جماعه الرجيم. كانت هذه وصفة اليوم، وصفة كيكة الشوفان الصحية. كنتمنى تكون وصفة عجبتكم وكنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشجعوني بتعليقاتكم الجميلة. وللمزيد من الوصفات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.